كان واتحاد العاصمة الجزائرية. الأزمة ستتواصل وسيكون هناك تبعات أخرى بعد انسحاب اتحاد العاصمة في مباراة الإياب. اتحاد العاصمة طبعا انسحب بسبب القميص اللي عليه الخريطة. قام بكل مراحل البروتوكول، سافر، تدرب يوم قبل المباراة في ملعب المباراة، اجتماع فني، هذا كله. لكن في الأخير كما قال المدير الرياضي لاتحاد العاصمة أن الفريق سينسحب إذا خير أو اختار فريق نهضة بركان ارتداء الأزياء اللي فيها خريطة المغرب. تعليقك خالد، وأزمة كبيرة بين البلدين وعقوبات ثقيلة تنتظر اتحاد العاصمة. والله منك تعرف رأيي أنا ما نحبش ندخل فيهم الأمور السياسية ذي بريتو كورة، نحن جينا نحلوا في الكورة. هما أخويا اختاروا باش ما يلعبوش على خط الخريطة، هذيك أمورهم. ما أنا اللي سمعته اللي قريته اليوم اللي بيصير عليه برشا عقوبات، منهم موسمين ما يشاركش في الكاف، يخلص الخطايا نتاع الفواياج اللي البركان كيمشي $50,000. $50,000 معناتها حكاية هذوما تحطم فريق كامل، معناتها معناتها تحطم بلد كامل. ضربة للكرة الجزائرية، ضربة للكرة الجزائرية. ولو أنه الاتحاد الجزائري هذا نختار هذا خويا ما نحكيو كرويا. خويا أنا ما نحكيش سياسيا، ما مدخلني فيهم المواضيع. كرويا باش يضر فريق راهو هز اللقب الموسم الفائت ماديا وكل شيء معناتها، فهمت؟ دونك خويا ربي يهدي، انا ديما نقول ربي يهدي الحكايات هذوما، وان شاء الله خويا ترجع نفوس باهيه ما بين بعضهم، وابريتو زوز عرب في بعضهم. صعيب شويه ترجع يعني نفوس هادي، صعيب شويه. سافولكو واش دي الانسحاب بسبب خريطه والعقوبات المنتظره، ذي عقوبات ثقيله، واش تحس برايك رياضيا؟ يعني هو مشكله، والحاجه لو يداخل السياسي في الرياضي، يعني شأن السياسي في شأن الرياضي، هذه حاجة أكيدة. شفنا المشكلة متاع المغرب والجزائر هي مشكلة من قديم الزمان، مشكلة أمور سياسية الحقيقة. خريطة ممكن هما الإخوان الجزائريين اعتبروها أنه معناها استفزاز لهم هما، ومش أكيد ومش معناها مش موافقين على الخريطه ذيك وعلى اللي صاير. معناها الحقيقه فما برشا مشاكل من قديم الزمان كما نقولوا. القرارات اكيد جدا ما تنجمش تاخذ قرارات انت رياضيه الا ما تعدى في اعلى مستوى سياسي في البلاد. اكيد انه الاتحاد الجزائري وحتى اعلى سلطه في الجزائر، اعلى سلطه سياسيه الحقيقه كانت متداخله في القرارات هذه. ان شاء الله نقولوا ربي يهدي الناس كل جوج شعوب اخوان، ان شاء الله يا ربي يرجعوا كما قبل وخير من قبل، وترجع العلاقات الحقيقه. خاطر شوف كما قلت انت صعيب لكن الحقيقه الصراعات هذه من قديم الزمان. هي بدات من تنظيم الكوب كاس افريقيا المحليين عندما رفض الجزائر فتح المجال الجوي، بدات الاجواء مشحونه، لكن قرار عادي رواه، لو ما تلعبش المقابله قرار عادي بالنسبه لي انا. لا مش عادي. بالنسبه لهم هما يقول لك انا قدام دولتي والبلد نتاعي شمني فيها رياضه. فهمت معناها؟ به قبل ما نحكيو على النهائي، لمحة على العقوبات اللي تنتظر اتحاد العاصمة مع المحامي والمختص في القانون الرياضي صديقنا أنيس بن ميم. ماتر، أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا وسهلا بك أمين، وأهلا وسهلا بالكباتن اللي معاك الحاضرين، كابتن خالد الرفيق في التصويره، وما نعرفش شكون معاك. واجب وعز واجب وعز كيف تحياتي لي. السليتي مفقود يا ماتر، وأنا نلوجوا عليه يا أنيس السليتي هرب راهو، شوف تلقى وش بحذاك غادي يهرب معناتها ما دور لي ضرب كثر علينا، ما حدا مضيع حلقه. تحل السوشيال ميديا تلقى فيديوهات محمد سليتي وتصريحاته فيما يخص الترجي سان داونز. كل واحد يتحمل مسؤوليه تصريحاته. انيس هكا ولا يظهر لي اسمعني، يظهر لي القرب يعمل عليه ضغط بريسيون، هو باص ما تطلع له برشا فوق، دونك ضيع ولا يروح بالكره، ما عادش يكمل يواصل في الريتم نتاعو. يظهر لي هكا. به انيس، الازمه تتواصل بين اتحاد العاصمه ونهضه بركان، وعقوبات منتظره بعد انسحاب الفريق الجزائري من مباراه الاياب. فكره على العقوبات الحاصلة تو والعقوبات المنتظرة أيضا اللي يقال أنها ثقيلة ستكون. هو بطبيعة الحال تعرف ثم نوعين من العقوبات في مثل الوضعيات هذه. يعني أولا معناتها بصورة أولية حسب الفصل 12 من لوائح
كاس الكونفدراليه الافريقيه للاتحاد الافريقي لكره القدم، اللي الفريق اللي ينسحب من النصف النهائي بطبيعه الحال يتعرض لعقوبه معناتها آلية ب $50,000. وبطبيعه الحال هذه مع الهزم بطبيعه الحال الجزائي ومعناتها ترشيح الفريق نهضة بركان الى نهائي كاس الاتحاد الافريقي. مع انه من بعد هذا بطبيعه الحال هذا على مستوى الرياضي معناتها زيد الملف يتحال من بعد في لجنه الانضباط وتاخذ هي العقوبات النهائيه ضد الفريق المنسحب، اللي من بين العقوبات اللي في العاده الوضعيات اللي وقت الفريق ينسحب من المسابقه ينجم يتعرض الى خطايا ماليه اخرى، بخلاف انه ممكن يقع معناتها منعه من المشاركه في المسابقتين والتتاليتين من المسابقات الافريقيه لموسمين، معناتها العام الجاي والعام اللي بعده ممكن ما يشاركش. لكن ديما نقولوا انه راهو هذايا ماهوش ديما بصوره آلية يصير. نذكروا في وضعيه الترجي والوداد وقع هزم فريق الوداد، لكن ما تمش معاقبته معناتها عدم المشاركه في المسابقات اللي بعد. دونك يقعد من بعد الحال دراسه الملف كامل بالوثائق وحسب ما باش يقدم به من اوراق ومن مؤيدات بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه. لجنه الانضباط تنظر في الملف هذا بالوثائق الكل نتاعو وتاخذ القرارات اللي بعدها بطبيعه الحال على حسب الخطوره نتاع الافعال نتاعهم وحسب الاحداث والمجريات اللي صارت اثناء وقبل وبعد المقابله. به فريق اتحاد العاصمة فرضا أنه تم تسليط عقوبات أخرى عليه من لجنة الانضباط، وقتها ينجم يمشي للتاس هكا ولا يانيس؟ بطبيعة الحال وكما قلنا لجنة الانضباط تصدر العقوبة بصورة ابتدائية، يقع استئنافها قدام لجنة الاستئناف للكاف، وبعد بطبيعة الحال له الحق باش يمشي للتاس في الطعن في القرارات اللي بتصدر من بعد. لكن حسب خبرتك انت هل عنده فرصه ممكن اتحاد العاصمه لتغيير القرارات اللي هي معروفه الى حد الان لجنه الانضباط شنو نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج. اذا انت احترازك الوحيد على وجود الخريطه في قميص نتاع نهضة بركان اللي كما قلنا قبل راهو ماهوش قميص اول مره يتلبس، معتمد من الكاف. هذه معتمد من الكاف، وكان هذاك تبرير لجنه الاستئناف المره اللي فاتت وقت اللي اقرت بهزيمه فريق اتحاد العاصمه ان القميص هذا ما يحملش دلالات سياسيه حسب قراءتنا، باعتبار الملف معناتها هذايا موجود القميص ومعتمد من قبل الكاف، ونهضة بركان ما خالفتش لوائح الكاف في حتى شيء في لعب القميص هذايا. بطبيعه الحال اذا كان كما قلنا نفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج معناتها باش يلقى روح اتحاد العاصمه هو اللي منسحب من المقابله وباش يتحمل التبعات القانونيه للقرار هذا. شكرا لك متر انيس بن ميم على كل التوضيحات فيما يخص العقوبات المنتظرة في حق فريق اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب كأس الكاف والذي انسحب ذهابا وإيابا ضد فريق نهضة بركان. نهضة بركان سيواجه الزمالك المصري.